البخاري. أبو عبد الله البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة الزراع. ولد البخاري في بخارى سنة 194 هجرية، ونشأ يتيما، وقام برحلة طويلة سنة 210 للهجرة في طلب الحديث، فزار خراسان والعراق ومصر والشام، وسمع من نحو 1000 شيخ، وجمع نحو 600 حديث، واختار منها في صحيحه ما وثق برواته، وهو أول من وضع في الإسلام كتابا على هذا النحو. وحصل الإمام البخاري على الإجازة من محمد بن طاهر الحافظ. كان جده المغيرة مجوسيا، ثم أسلم على يد اليمان الجعفي والي بخارى، وطلب إسماعيل والد البخاري العلم، وسمع من مالك بن أنس، ورأى حماد بن زيد، وصافح ابن المبارك بكلتا يديه. وقيل لأبي عبد الله: كيف بدأ أمرك؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب، فلما طعنت في 16 سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها، وتخلفت في طلب الحديث. من مؤلفاته: التاريخ الصغير، التاريخ الكبير، والتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. وقد توفي البخاري في ليلة السبت ليلة الفطر عند صلاة العشاء، ودفن يوم الفطر بعد صلاة الظهر سنة 256 هجرية، وعاش 62 سنة، رحمه الله رحمة واسعة.